اللي جابوهم ليه؟ هو مش انتوا اللي ماسكينهم؟ ده بيبوسوا بعض في مكان عام. والله العظيم ما في حاجه من دي. اطلب لي وزير الداخليه على التليفون، خليه يفهمني ايه اللي بيحصل. البلد دي رايحه على فين؟ عايز ايه؟ انت اللي عايز. عاوز منك انت؟ الكلب ده مش حلو دراع يا ماهر. اذا كان ليك عند الكلب حاجه قول له يا سيدي. انت وهم اوسخ من بعض. عايزيني استغل نفوذي وسلطاتي. معلش اصل قرصة الودن كانت جامدة شوية المرة دي. ارتحت ايه؟ ده انت كده قلقتني اكتر. على فكرة انت طيب قوي. انا بس صعبان عليا نفسي، ما كنتش متخيله ان يجي يوم من الايام يقول لي الكلام ده. ما تستهدي بالله بقى. انا شايف انك محتاجة اجازة تريح فيها اعصابك من ضغط الشغل والقرف اللي هنا. وبالمرة فكري وتراجعي نفسك، يمكن تفكريه في حاجة ما فكرتش فيها قبل كده. ليه ندخل حريم واعراض في مواضيع رجالة؟ هو ده الدين يا باشمهندس؟ ايه الناس الوسخه دي؟ عزت الطاهر لا يمكن يجي هنا الليله دي، معزوم هو والاكسلانس في بيت امجد على عشاء. ده المحضر اللي المفروض انه اتقطع. هبروزه عندي واستخدمه وقت اللزوم. تحب تشوفهم دلوقتي وهم بيتعشوا مع بعض في بيت امجد؟ ايه انت بتسرح من ورايا ولا ايه؟ فكر في ايه؟ بفكر في الواد ده. الواد ده انا لو عرفت اخده عندي كده ابقى شليت ايد صاحبك. يسمع من بقك ربنا. ناخده عندي؟ لا، ان الاكسلانس يبقى صاحبي. ايه يا ولية؟ مالك هتموتي على الراجل ليه كده؟ مش أول مرة أخد بالي من الموضوع ده على فكرة. قال لي لا، وانا ما بحبش حد يقول لي لا، بس هيروح فين؟ هفضل وراه لحد ما اجيبه. أيوة، وناخد له كده كام صورة حلوين ونحطهم على سيديهاي ونفضحه بقى فضيحة المطاهر. ويمه المطاهر رش المدح 7 مرات، مقام الطاهر رش وإيدي 7 شمعات. بمناسبة بقى ام الطاهر يا حبيبي، مش لاقيين عيل عشان العقيقة بكرة. عيل؟ وهو هيعمل ايه يعني بالعيل؟ مش مهم العيل، المهم بنت خالتي المطلقة. يا لهوي، هو انت ما شفتهاش لغاية دلوقتي؟ لا ما شفتهاش. انت قلتي لي تعالى بقى عشان تقعد معاها وتتفق على كل حاجة، ومن ساعتها ما شفتهاش. البتاع انت شربتولي ده بينسي، تبقاش شربولي تاني. ماشي. دقيقة واحدة. يا ابن المطهر رش الملح 7 مرات. منيا بنت خالتك. ايه ده؟ دي بنت خالتي؟ المطلقة. والله انا خالتي دي عليها حاجات عجيبة. ما تيجي نطلع نطمن على المرحومة فوق. دي بنت خالتي دي سهلة قوي. روح انت، انا لما احتاجك هناديك. تحت امرك يا باشا. اتفضل. يزيد فضلك. شوف يا اخي سيف، المشروع ده هيتعمل، يعني هيتعمل. المستشار الاقتصادي بتاعي بقى ده يقول لا يقول مع نفسه. طب انت عرضت المشروع ده على اي مكتب دراسة جدوى؟ والنبي ما تعقدهاش، انا وانت عارفين كويس قوي ان المكاتب دي اونطه وبتبيع الوهم. يا دكتور ما تخليك انت في السياسة والحزب بتاعك، سيب لنا احنا شغل البيزنس. ممكن ورقة؟ هتعمل بيها ايه؟ هدي لك اسم مكتب في باريس، هتدي له ورق المشروع وترجع لي منه بدراسة جدوى. المشروع ده لازم يكون في السر. خلاص يبقى شوفوا حد غيري. كلهم عندهم مشاريعهم، المشروع ده بتاعك انت. لا اله الا الله، يعني ارمي فلوسي على الارض ادفع فلوس وما اعرفش هلمها امتى؟ الورق معايا في العربيه، قبل ما ابعت اجيبه لازم نتفق الاول. نتفق. 15% عموله ليا انا، جبت لك المشروع مشفي. يعني زيرو كحول و15% عمولة ومشفي؟ تموت انت في اللحمة الضاني. هنساعد اخوك بقى حمزه الوكيل ب20%. مش ده ابن؟ ايوه ابن اخته. احنا عاوزين نجيبه من لندن عشان يقعد معانا هنا. اصول.
امجد ياخد 5%. طب يا ترى كل اللي هياخدوا فيها دول يعني هيدفعوا ولا هياخدوا بس؟ متهيألي انت عارف. انا ما عنديش مانع، بس يعني نغير النسب. يعني ايه؟ يعني مش معقول ادفع 40% عمولة لناس مش دافعة ولا نكلة. اصل انت مش متخيل المكسب اللي هتاخده فيها قد ايه. اقول له قول له. مخابرات 3 دول بيلعبوا على الشركه دي لحد لما سلمت وقالت هبيع. والمفروض ان انت لا تشتري، يعني احنا خدمينك خدمه العمر. 40% دي بقى ولا حاجه. طيب طالما انتوا واثقين قوي من المكسب، يبقى انا ليا شرط واحد. تؤمر. في حالة الخسارة هتتقسم علينا احنا التلاتة. وانا موافق. نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحة. ولا الضالين. يلا والنبي الهي يبارك لك، لحسن ده الراجل هيتعرض بكره الصبح على النيابه. ما انا كلمتها قدامك اهو ما ردتش. يا اختي ما تكلميها تاني ولا اطلع لها انا. تطلعي لها فين؟ ممنوع. هو انا طالعه الراجل ده؟ بنت عمي واخت جوزي. بصي بصي كده على اسمي واسم جوزي واسمها عندك. يلا الهي يبارك لك، لحسن ده المحامي مستني مني تليفون علشان يفهمها تقولي بكره الصبح في النيابه، لحسن دي عكت الدنيا هنا عندكم خالص لما المحضر اتعمل. يا محمد طلع المدام غرفه 603. يا هند يا هند افتحي، اخوك هيروح في داهيه. صوت بس عشان كده. طب انا اعمل ايه بقى في اللي مش عايزه ترد دي بقى؟ ممكن نايمه ولا حاجه؟ في ايه يا جماعه؟ اخت جوزها جوه مش عايزه ترد. ما هو ما التليفون بيرن جوه اهو. يا هند يا لهوي، حد يطلب الاسعاف. بسم الله ما شاء الله، شكلك انبسطت من القعده. جدا. عارف لو ما كانش عمل كده وقال الكلام اللي قاله ده، انا كنت شكيت في نواياه. بعد اللي حصل ما اظنش. ده ذكي وبيفهم. اكيد طبعا قال لك مشروع بدل مشروع، وهيسأل وهيعرف ان مفيش ريسك، يعني المكسب مضمون 100%. كلها كام يوم كده وهيجي لك العقود ممضيه. بس لو حك في ال5% بتوعي انا هعترض. جرى يا امجد؟ تدفع حاجه من جيبك؟ فلوسه جالك من الهوا. وعموما يا سيدي ما تقلقش، كلها كام شهر كده وان شاء الله بعد الخطه بتاعتي ما تنجح اخليك ال5% 20%. وعد الحر دين عليه. عمري قلت لك حاجه ما اتنفذتش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم يا سيدي. ايه اللي اتنشر ده يا استاذ سيف؟ ايه ده؟ هو في حاجة اتنشرت النهاردة؟ فين؟ على النت. خليك معايا ثانية واحدة كده. عزت الطاهر. الطاهر الطاهر فعلا اهو. ايه ده؟ لا 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 لا، دي قلة أدب، دي قلة أدب. ازاي يحطوا صورتك صغيرة كده؟ لا لا، هكلمهم واخليهم يكبروا الصورة، وكمان لازم يكتبوا اسمك كده بالبنط الأحمر عشان يليق على البدلة اللي هتلبسها إن شاء الله. ويا ابني أنت مش عارف بتكلم مين ولا إيه؟ استنى عبيط مستعبط. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه بس الغلط ده يا أخ عزت؟ طب بذمتك، أنا راضي ذمتك. مين فينا اللي عبيط دلوقتي؟ يا راجل ده أنا خدت منك العقود زي الحلاوة، من غير بقى ضرب سواق وأفلام أكشن وأفلام وسخة. قول لي، بتحب الأكشن؟ ماشي ماشي، استلقى قعدك مني بقى يا اكسلانس، بس يا ريت تلحق تكتب وصيتك وتخلي الست الوالده تقرا لك الفاتحه، وتلحق تعمل لك قرص عشان توزعها على روحك في القرافه. قرص؟ ياه، ده انت قديم قوي. هو انت بقالك فتره ما نزلتش في البيت ولا ايه؟ لا لا، استنى، انت هتقفل قبل ما تسمع التقيله؟ اصل انا امبارح طلبت ان تليفوني يتراقب، يعني المكالمه دي مسجله، لو عايز تذيع قول زيع. ليك عليا تصحى من النوم الصبح تلاقي قوة حراسة تحت بيتك. وامي واختي؟ ما تقلقش يا باشمهندس، الحراسة مش هتكون ليك لوحدك. تمام. اهم حاجه بقى ان المحاضر اللي اترمخت والتحقيقات اللي اتحفظت ان هي تتفتح من اول وجديد، من اول بقى حريق المخزن، ضرب النار على بيتي، لحد السواق اللي مرمي في المستشفى. كمان انا بستأذن سعادتك ان احنا نستدعي البت اللي اسمها هند. انا بتهمها بالاشتراك في مؤامره خطف مريم، وبتهمها كمان بسرقه العقود، والبت اللي شهدت معاها قبل كده ممكن تشهد عليها دلوقتي. تمام، كل ده هيحصل. تعالى لي يا فتحي. هو في حاجه تانية سعادتك. رقم التاكسي ده انا كنت سألت عليه في المرور وقالوا لي ان هو مش موجود. انا متأكد ان هو موجود. ده له علاقة بالبلاغ اللي انت جاي تقدمه لي دلوقتي؟ ده بقى السواق اللي قتل مراتي من 3 سنين. أنس! يا أنس! فين الزفت ده اللي اسمه رياض؟ يا باشمهندس اتصلت بيه اكتر من مره ما بيردش، شكله كده لسه ما صحيش. صحيح، خليه يجيني هنا حالا. حاضر. اسمع، اتصل بيه عند الوليه القواده دي اللي اسمها نسمه دي، وصلني بيه. حاضر يا باشمهندس. رياض امسك. ما انا ماسك اهو. امسك، رد على التليفون. عزت الطاهر. عزت مين؟ عزت الطاهر، امسك. مش ده تليفونك؟ وده بيتك؟ ايوه. ومين دي؟ مش مهم، امسك بس رد عليه، قول الو. مش شايف حاجه. هاتي. نهار اسود. اوعي. الو، قصدي السلام عليكم ورحمه الله. ناموسيتك كحل يا معالي الوزير.
قوم فز استحمى بالهباب اللي كنت بتعمله طول الليل ده وعصر كده قدامي حالا. مفهوم يا فندم. وسيادتك لو عايزني يعني اجي من غير حمى انا ما عنديش اي مانع والله. يوه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هات خايب. في وزير في الدنيا تتقفل السكة في وشه ويتسجن كمان. انت اصلك مش فاهمة البلد دي ماشية ازاي. ماشية بتزك يا سيدي. اتعلم من امجد نور واعمل زيه. ما هو لو بس موضوع بنت خالتي المطلقة ده يسلك معايا، انما خلاص بقى شكله موضوع فكسان. جبتيها منين دي؟ دي شكلها نحسة قوي. خليك معايا، انت اللي قلبك خفيف. انت اللي مهروشة قوي. انت اللي عملتي لي فيها نسمة اوف ايه لغاية ما ضيعتينا كلنا. على مهلك احسن تتكعبل. رايح فين؟ هتروح الوزارة كده؟ لا انا رايح الحمام. ما الحمام على يمينك اهو. تفتكري ايه العمل بقى دلوقتي؟ هيقول لي قدم استقالتك ولا هيكتفي بكلمتين في جنابي كده وخلاص؟ ولو سألني عن دي اقول له ايه؟ معرفهاش؟ ولا اقول له ان دي مراتي وقابلتها عندك بالصدفة؟ ولا اقول له مش انا اللي كنت هنا اصلا؟ ولا اعمل ايه انا؟ انت ايه اللي معادك هنا؟ قاعدة بتصنطش علينا واحنا بنتكلم كلام برايفت؟ اطلعي بره. حاضر. برايفت؟ امال اللي كنا بنعمله ده اسمه ايه؟ عايزاك تهدى خالص كده وتبقى ريلاكس وتخش تاخد الشاور بتاعك. هتطلع تلاقيني قاعده هنا مستنياك على السرير. لازمته ايه الشاور بقى؟ لا مش اللي في دماغك يا منشغي. لا، انا كل الحكايه اني هستناك عشان ارسيك على الفوله. تكلمه ازاي، تتناقش معاه ازاي، تبرر الموقف الدرتي اللي انت فيه ازاي، بس مش اكتر. ماشي. طب ليه بس يا هند؟ ليه تعملي في نفسك كده؟ طب نفرض ان مرات اخوكي ما كانتش جاتلك وصممت انها تقابلك زي ما حكولي في الاوتيل، كان زمانك دلوقتي في خبر تاني. يا ريت كنت استريحت. استريحتي؟ استريحتي من ايه؟ وليه؟ لا ده انت مجنونه بقى. والمصحف الشريف انت مجنونه رسمي. يا بنت اللي انت عملتيه ده اكبر غلط. مش ده اللي هيثبت براءتك قدام سيف. وهو لما يتشك في إخلاصك من حد أنت شايفه كل حياتك يبقى حياتي ملهاش معنى. أنا حاسس باللي جواك كويس يا هند. حاسك، فاهم، مصدقك. بس مش مهم أنا اللي أصدقك، المهم إن سيف هو اللي يصدقك. وأنا على فكرة طلبته أكتر من مرة بس ما ردش عليا. أكيد هطلبني كمان شوية. ممكن ما تقولوش أي حاجة؟ ما أقولوش أي حاجة؟ ليه؟ يعني أنت عارف إن هو بطبعه شكاك. ممكن يفتكر إن أنا عملت كده عشان أخليه يتعاطف معايا. صح، عليك نور. أنت جبت المفيد. بس يكون في علمك هاني، سيف ده أنا اللي مربيه وعارفه أكتر من نفسه. سيف ما كانش كده خالص. اللي حصل له ده بعد حركة رياض. عشان كده انت لازم تتصرفي صح ولازم توضحي له الصورة. لازم يعرف ان اللي ضحت بحياتها عشانه مش ممكن ابدا تخونه. اه صحيح،
اخوك هيتعرض النهارده على النيابه، عشان كده انا رحت الصبح على الاوتيل عشان اطلع على المحضر اللي عاملاه شرطه السياحه واشوف اخوك قال فيه ايه. للاسف اقواله كلها توديه في 60 داهيه، بس يمكن تفيدك قدام سيف. ايوه، بس انا برضو مش عايزه يتاذي بسببي. ده في الاول والاخر اخويا برضو. اصيله، بجد اصيله، اصيله ومجنونه. صباح الخير. صباح النور يا دكتور. عامله ايه دلوقتي؟ لا تمام، بقينا زي الفل اهو. يعني ممكن نخرج النهارده؟ هو حضرتك والدها؟ لا، جدها، بس احنا عايزين نطمن. هتخرج النهارده ولا لا؟ انا عن نفسي ما عنديش مشاكل خالص، بس القرار مش في ايدي. امال في ايد مين حضرتك؟ النيابه. وانتوا لحقتوا تبلغوا؟ يا فندم اي حاله بتجيلنا بالمنظر ده لازم نبلغ عنها فورا. تقلقيش، ده مجرد اجراء روتين. هياخدوا منك كلمتين كده، قول لهم كان مودي وحش، مضطرب، مكتئب، اي حاجه وخلاص. بس مش لازم نحكي في المحكي، فاهمان انت؟ حاضر. وانا هروح لاخوك في النيابه وهحاول الم المواضيع باي شكل واجيب دليل براءتك وارجع على طول. اتفقنا؟ اتفقنا. دكتور العسل شاهد اهو، مش عايز ارجع الاقيك قاطع رقبتي. ولا ايه يا عسل؟ الجد انا نسيت اسبق ولا ايه؟ الله، طب ما انا سابق اهو. انا اسف، انا صحيتك؟ لا لا خالص، مفيش حاجة. اصل انا وانا معدي سمعت التلفزيون شغال يعني، فقلت اكيد صاحيه. لا، ما أنا اتعودت أنام والتلفزيون شغال. يا سبحان الله، انا كمان ما بعرفش انام غير والتلفزيون شغال. أنا أصل اتعودت على كده من ساعة لما كنت عايشة وحدي في باريس. انا كمان اتعودت على كده وانا عايش لوحدي في الاوضه اللي جنبي دي. يعني انا قلت طالما صحينا بقى، ايه رايك ننزل نفطر سوا مع بعض؟ معلش اسفة، أصل أنا ما بفطرش. انت رخمه ولا ايه؟ لا بجد ما بفطرش. انا كمان ما بفطرش على فكره، يعني يا دوب نسكافيه بس طالما صحينا بقى ننزل نفطر سوا. طب يلا ثانية أجهز واجي. اتفضلي. أجهز وأنت واقف هنا؟ لا، انا ممكن اجي اقف هنا. ده احنا بقينا اهل خلاص، بقينا توينز. اوكي. هي دي بقى كوباية النسكافيه ودمتم؟ لا بس النهارده يوم سبيشال بالنسبه لي. روحي نفسي مفتوحه ومتكيف على الاخر. تبقى سهرة امبارح كانت حلوة قوي. هي كانت حلوه بعقل، ده انا من زمان ما سهرتش السهره بالحلاوه دي. ما هو باين من مودك. مش عايز اقول لك، ضحك السنين نسوني كل اللي حصل الايام اللي فاتت. يا بختك. والله كان نفسي تبقي موجوده معايا. أنا؟ كنت هتنبسطي قوي. أيوة بس اشمعنى أنا يعني؟ اشمعنى انت؟ عشان انا كنت سهران مع الناس اللي كانوا خاطفينك. إيه؟ واتعشيت معاهم كمان عشان يبقى عيش وملح مع الخاطفين. ايه مش مصدقه ولا ايه؟ مصدقة بس ايه؟ ده انا اديتهم خازوق عمرهم وخدت طاري وطارق منهم كده. طب ازاي والكونترا راح عليك؟ ويعني ما انا طيرت عليهم كونتراكت كانوا هيموتوا عليه وعملت لهم حته دين فضيحه موز. انت مش خايف؟ لا اخاف من ايه؟ الحمد لله ما بخافش. ثقة ولا غرور؟ يقين. عمر ما في حد يقدر يضرني الا باذنه. وبعدين طول ما الست اللي جايه دي بتدعي لي عمري ما خاف. يا صباح الفل. لا لا بجد لا، انا مش مصدقه عينيا. سيف ابني بيفطر؟ دي معجزه. اهو حققت لك كل اللي بتتمنيه. على خيرة الله يا حبيبي، الف مبروك. الف مبروك ليك انك قمتي بالسلامه. اهدي. ايه ده؟ مين اللي عمال يزن ويضرب في كلاكسات ده؟ ده الظاهر الخازوق بتاع امبارح ايه؟ رشق. اتفضلوا انتوا على فوق. خازوق ايه؟ ونتفضل على فوق ليه؟ اطلعوا بس دلوقتي هفهمكم بعدين.
افتح يا ابني. يا باشا ما ينفعش ادخل حد الا بامر الباشمهندس. يا عم افتح، الدكتور مستعجل. ما تتصل بيه سعادتك على التليفون. لا خلاص، ما بقتش اتكلم في التليفونات. كلكس يا ابني، خلي البعيد يسمع. بيتهيألي في طريقة أنظف من كده عشان تخش بيوت الناس المحترمة. وانا بيتهيألي ان كان في بينا عهد ووعد. عهد ووعد؟ دول بناتك؟ بناتي؟ احنا مش قاريين فاتحة؟ قاريين فاتحة، بس ما لبسناش دبل. وأوعدك بقى إن هي ما تبقاش دبل، تبقى أساور. انا مش بهرج. ولا أنا والله. واضح كده انك انت ما فكرتش كويس قبل ما تعمل عملتك المهببة دي. وواضح جدا إن أنتوا ما فكرتوش كويس قبل ما تعملوا معايا الوسخات دي. انت فاكر الناس اللي بره دي هتحميك؟ ياما ناس كانوا ماشيين في مواكب وبخ. انا بوعيك عشان مصلحتك. أنا عارف مصلحتي كويس. والله انت صعبان عليا. ما صعبش عليك غالي. انت مش قد عزة الطاهر. الطاهر إيه بقى؟ ده كان زمان، ما يفتكرش دلوقتي. يا ابني اعقل وبلاش دماغك اللي هتوديك في داهيه دي. بلاش عشان الست والدتك مش هتستحمل اللي هيحصل لك. انت جيت هددني في بيتي؟ ده ايه البجاحه دي؟ احلف لك بايه ان انا جاي عشان نحل اللي انت عقدته. صلي على النبي كده واستهدى بالله، وتعالى نشوف هنعمل ايه في المصيبه اللي انت عملتها، ولو ليك مطالب نكلم الراجل فيه. ليه؟ ايه؟ تحله عن سمايا. واضح كده ان موضوع صفقه الامارات ده مزعلك. ماشي نحلها لك. انا شخصيا ما يرضينيش خسارتك. خساره ايه يا حنين؟ وانا دفعت مليم، دي فلوس كان المفروض تيجي وما جاتش، يعني مش خسران حاجه. طب ايه يرضيك؟ بتاع العموله ال5% طالعين من ودانك. عارف انت مشكلتك انك فاكر نفسك فاهم في كل حاجه. يا سيف الموضوع مش بيزنس وبس. يا راجل. ايوه الموضوع سياسه. انا مش قلت لك امبارح ان مخابرات 3 دول اشتركوا في الموضوع ده؟ افهم بقى ساي عليك النبي. هما ناويين يتجسسوا على الايرانيين ولا ايه؟ انا ما قلتلكش حاجه. طب لصالح مين؟ هيكون لصالح مين؟ افهم انت بقى. يا ولاد الايه يا عفاريت. عشان نكون واضحين، الكلام ده يطير فيه رقاب. اطمن، كويس انك قلت لي عشان افكر القنبله دي. اصل انا بالليل طالع مع لبنى عسل. يا عسل. تبقى بتحفر قبرك بايدك. المقابله انتهت كده؟ ماشي، بس افتكر ان انا جيت لك لحد عندك وفهمتك وحذرتك. هفتكر انك جيتني وفهمتني، انما لو افتكرت حذرتني هروقك. كده يستلقى وعده مني بقى، خليه يقابل اللي جاي، بس لو راجل بصحيح ما يقولش اي. الوزير رياض فهمي يا باشمهندس. خليه يتهبب يخش. حاضر. طيب انا هخلص مع اخينا اللي كده وهكلمك بعدين، ولا اقول لك تعال عشان عاوزك في كام حاجه كده. السلام عليكم. كل ده بتستحمى؟ لا اصل النور كان مقطوع ولما النور بيتقطع الميه كمان بتتقطع، والسواق قاعد يلف على بنزين، مفيش بنزين. يعني انت جاي وجايب لي مشاكل البلد كلها في رجليك؟ في ايه يا باشمهندس؟ في ايه؟ انا اول مره اشوفك متعصب كده. ده انت حتى ما ردتش عليا السلام. اوعى يكون في حد موقع بيني وبينك، او يكون في اي حد قالك عني كلمه كده ولا كده. لا، اذا كان على موضوع نسمة اللي انت كلمتني على موبايلها، في موضوع كده غايب عن سيادتك. يعني مفيش موضوع ممكن يغيب عني. البلد كلها في ايديا دي. اي بني ادم انا شايفه رايح فين وبيعمل ايه وجاي منين. لا، ما هي نسمة كانت بتصالحني في مشكلة حصلت، ونسمة كانت نسمة ايه اللي بتكلمني عليها دي؟ المرة القوادة دي ربنا يهديك ويعافيك. ايوه كده، ايوه كده، ادعي لي. انا مستني الدعوة دي من زمان على فكرة، لان انا حاسس ان ربنا هيهديني على ايديك. امسك. ايه ده؟ ده ملف صاحبك وحبيبك. ايوه ما انا عارف، بس يعني هعمل بيه ايه؟ اقول لك وما تزعلش. الله يا عسل.
لعلمك بقى يا باشمهندس، انت اي حاجه تقولها لي ما تزعلنيش ابدا. بس انت ممكن تزعلني لما وصلنيش خبر يفرحني في ظرف 24 ساعة عن صاحبك ده. تفرحك يعني ايه؟ لا ما تاخذنيش، انا اصل الحاجات كلها دخلت في بعض عندي، وزي ما تقول كده في فيوز ضرب. انت مش كنت بتتعشى معاه امبارح؟ مين اللي قال؟ هو والمصحف. والله العظيم هو اللي قال لي لما كنا في القسم ساعه موضوع اخته، قال لي انه هيتعشى معاك. طب ايه رايك بقى ان انا عاوزه يتعشى بكره فطوره؟ وليه بكره؟ طب ما يتعشى الليله دي فطوره.